لو عندك بيانات مهمة جدًا في الإكسل وحد قاعد جنبك وحبيت إن أنت تخفي البيانات دي بطريقة احترافية، إزاي تقدر تعمل الموضوع ده بكل سهولة؟ تعالَ بينا نشوف. زي ما إحنا شايفين كده لو جيت ضغطت على الcheck box دي يبدأ يخفي لك الأكواد اللي موجودة عندك أو البيانات اللي موجودة عندك بكل سهولة. إزاي تعمل الموضوع ده بقى؟ كل اللي أنت تعمله هتيجي عند developer وبعد كده تيجي عند insert تختار علامة الcheck box اللي إحنا شايفينها قدامنا دي، بعد كده نبدأ إن إحنا نحطها في الخلية هنا كده. بعد كده اضغط كليك يمين اختار edit text وبعد كده ابدأ إن أنت تمسح الtext اللي موجودة دي زي ما إحنا شايفين كده. بعد كده إيه، ابدأ ضبّط الcheck box هاتها في النُص هنا كده بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، لازم تكون الcheck box دي مربوطة بخليّات، اضغط كليك يمين على الcheck box اختار آخر اختيار format control بعد كده نيجي نقف هنا كده ونبدأ نحدد الخلية الفاضية اللي وراه، وبعد كده نقول له أوكي. كده إحنا ربطنا الcheck box بتاعتنا، هنبدأ بقى نحدد البيانات بتاعتنا أو الأكواد اللي عايزين نخفيها ونيجي عند home ونختار conditional formatting new rule وبعد كده نختار آخر اختيار you as a formula وبعد كده نبدأ نكتب يساوي، هنحدد الخلايا اللي إحنا ربطناها في الأول وبعد كده هنعمل يساوي ونكتب true بالشكل ده. بعد كده هنيجي عند format وبعد كده نبدأ نعمل التنسيق بتاعنا، هنيجي عند custom ونبدأ إن إحنا نكتب نجمتين فاصلة، هنبدأ نكتب نجمتين فاصلة 4 مرات بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، بعد كده قُل له أوكي، قُل له هنا كمان أوكي. تعالَ بقى جرّب كده اعمل علامة صح على الcheck box بالشكل ده، يبدأ يخفي لك الأرقام أو البيانات بتاعتك بكل سهولة، ولو جيت تشيل برضه الرقم هيبدأ يظهر معاك.